بنت الكشف شقية والله. انت يا بنت انت ما تاكليش في حصتي، قلتها لك 10 مرات يا حبيبة قلبي، قلت لك ما تاكليش في حصتي بدل ما اجيلك بالخرطوم. أبقى يا سنازات، ايه المنظر ده؟ ايه القرف اللي انا شايفاه ده؟ مش قلت لكم 100 مرة ما ترموش الورق على الأرض؟ يا نهار اسود، دي مش نيفين جد. حاضر يا مس حاضر، هنقف اهو. مش قلت لكم 1000 مرة حافظوا على الفصل؟ يعني ذنب ايه الدادا دلوقتي؟ دادا تيجي وتفضل تنضف كل ده مكانكم؟ حافظوا على الفصل. طب انا دلوقتي جاية وهقف اشرح لكم اقف في المزبلة دي؟ يلا يا زفة منك ليه؟ يلا شيلي لي الحاجة اللي على الأرض دي، عايزة اقف اصلح ورانا حاجات كتير، يلا بسرعة. حاضر يا مس حاضر، بالراحة طيب بالراحة. انت يا بنت اسكتي، شيلي الحاجة وانت ساكتة. قرف ده. شكرا يا مس شكرا. يلا بسرعة ورانا حاجات كتير مش هنلحق نعمل حاجة. يلا نقرا الدرس اللي مكتوب ده. يا لهوي، انا نسيت اجيب الكشكول. بس انا نسيت اجيب الكشكول. نسيت تجيبيها؟ يعني ايه نسيت تجيبيها؟ هو مش انا منبهة 3 مرات الحصة اللي فاتت ما تنسوش تجيبوا كراسة ال100 ورقة؟ طب انا معايا 80 يا مس، عايزة اكتب فيها؟ لا يا حبيبتي، ولا 60 ولا 80، هي 100 ورقة. خلاص لو مش عاجبك ومش عايزة تجيبي خلاص مالكيش درجات عندي يا حبيبتي. مس هو بكرة في تقييم؟ يا حبيبتي في بكرة تقييم، انت ما تعرفيش ولا ايه؟ انا قايلة كل يوم خميس في تقييم. ماشي يا مس. طب هو بكرة تقييم على ايه؟ هو ايه اللي على ايه؟ هو ايه اللي على ايه يا حبيبتي؟ على اللي احنا خدناه. انا مش عارفة ايه يا رب الغلاء ده. شكرا يا مس شكرا، ربنا يخليك. انا غلطان اصلا ان انا فتحت بقي ولا اتكلمت ولا نطقت حتى. يا سيدي اقفلي كده. اعمل لكم ايه اكتر من كده؟ اعمل لكم ايه اكتر من كده؟ بغششكم التقييم، بكتب لكم اجابات التقييم وبكتب لكم اجابات الاداء الصفي والاداء المنزلي. طب اعمل اكتر من كده؟ اعمل لكم ايه والنبي اكتر من كده برضه بتنقصوا؟ طب اعمل لكم اكتر من كده؟ امال لو ما كنتش بكتب لكم الاجابات كنتوا هتعملوا ايه؟ كنتوا هتسقطوا؟ انتوا عارفين الفصل اللي قبلكم ده كان اشطر الشاطرين، كلهم عاملين النشاطات وكلهم حالين التقييمات صح، واللي غششتهم واللي ما غششتهمش كمان. شفتوا؟ انتوا اوحش فصل دخلتوا من ساعة ما جيت المدرسة دي. وانتوا عارفين كمان الفصل اللي بعدكم، شرفني قدام المواجه، شرفني كده اهو. الموجه ما بقاش عارف يسمع مين ولا مين ومين ولا مين، وكلهم اجاباتهم صح. مش زيكم اسال السؤال وما تردوش، احرجتوني قدام المواجه. لكن بسم الله ما شاء الله الفصول التانية شرفوني قدام المواجه. مش زيكم. وانتوا عارفين كمان الفصل اللي بعدكم كلهم شطار واكتريتهم من الاوائل، واللي قبلكم برضه. لكن انتوا بسم الله ما شاء الله ما فيش حد طلع منكم من الاوائل. امال انا ببقى واقفه هنا بعمل لكم ايه؟ ده انا بشرح لكم الدرس مره واثنين وثلاثه، واللي مش فاهم حاجه بفهمها له، وبغششكم الاداء الصفي والاداء المنزلي والتقييم، وكمان بقول لكم اعملوا النشاط اللي انتوا عايزينه، كمان ما بجبركوش بحاجه. يعني اعمل لكم ايه اكتر من كده؟ اعمل لكم ايه اكتر من كده والنبي؟ عايزه واحده تطلع لي تكتب لي الدرس على السبوره. انا يا مس انا عايزه اكتب الدرس انا على السبوره. الو انا يا ندى، ازيك يا حبيبتي؟ وحشتيني قوي. وانتي اكتر والله. بس اكتب التقييم كمان؟ مش مهم اسكتي. هدومي الشتوي. لا يا حبيبتي انا لسه ما جبتش هدومي الشتوي، احنا لسه حرانين والله، ولسه لغايه دلوقتي بنشغل التكييف. والله والله يا حبيبتي والله. انا في المدرسه يا حبيبتي. لا انا مش عارفه، انا فصل كام، مش مهم. قولي لي انتي بس هتطبخي ايه النهارده؟ لان انا محتاره قوي ومش عارفه اطبخ لهم ايه النهارده، ملوخيه ولا مكرونه ولا رز بشعريه ولا اطبخ لهم ايه؟ والله ما عارفه خالص. بفكر اصلا اطلب لهم تيك اواي. هتطبخي لهم فراخ؟ لا انا مش عارفه اجيب لهم الفراخ منين، ده انا لسه هنضفها واعملها وانا مش قادره. والله بروح مش قادره. ده انا بتعب جامد قوي في المدرسه. والله المدرسه دي متعبه جدا. لا كده ثانيه واحده، فين المس الشقيانه والتعبانه؟ ده حتى التصحيح ما بتصححش. المس دي ممثله رهيبه والله.